ابدا احطها على البطاطس اهي. طبعا زي ما انتم شايفين مقرمشه وجميله اهي. اتمنى ان الفيديو يعجبكم. لو عجبكم اعملوا لايك وشير، اشتركوا في قناتي على اليوتيوب عشان يوصلكم كل جديد مطبخ وحلويات عسليه. صباح الخير عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهارده عندي فرخه وزنها حوالي كيلو 100. انا طبعا لسه غسلاها. عايزه اعملها فراخ كنتاكي او الفراخ المقرمشه. فاول حاجه هبدا اقطعها. هاجي من ورا هقطع كده اهي، هشقها كده اهي. هبدا اقطعها. هشيل طبعا الجلد والدهون الزياده دي. هاجي من ورا كده هشيل الحاجات دي كده ملهاش لازمه، هشيلها كده. الجنب التاني نفس الحكايه. وهبدا اقسمها على قطع صغيره. هقسم الورك على 2 اهو. هاجي في النص كده كده ادي الدبوس واحشر حتى هسيبه. هحاول اشيل العظمه دي كده بايدي اهي. ادي النص التاني من الورك، شلت العظمه اللي في الجنب دي اهي. وهشيل العظمه دي كمان. وهقسم الصدر بتاعي على 2 برضو اهو. هطلع الجناح لوحده بقطعة ممكن اهو اهو. هشيل الجلد ده وانا بنضف. يبقى انا كده قطعت الفرخه معاكم. اول حاجه هعمل لها محلول النقع. محلول النقع بتاعي هيبقى معلقه سكر، معلقتين ملح، هحط ورق لورا، هنكيها بقى باللي انا عايزه انكيها بيه. هعصر ليمونه. هقلب الاول ده كده وازود الميه كمان. هعصر الليمونه اهي، وهحط القشره كمان وهسيبها بقى كده. التوابل اللي انا هستخدمها: فلفل اسود، كاري، كركم، مرقه دجاج فوريه، توم باودر، وبصل باودر. وطبعا هقلب كله مع بعضه. انا هخلي حوالي حبه صغيرين كده، هخلي حبه صغيرين احطهم على الدقيق اللي انا هكمل بيه توابل اهي. ده معلقه صغيره من كل حاجه. هنزل بالفراخ بتاعتي بعد ما غسلتها من محلول النقع وشطفتها كويس اهي.
احط كمان معاها ورق لورا، واحط حبهان، ورقتين لورا، وحدايتين حبهان، هسيبها تغلي حوالي ربع ساعة لغاية لما تبقى 3/4 سوا وارجع لكم. والملح حسب الرغبة، كل واحد بيحط الملح اللي عايزه. كده خلاص استوت. انا هطفي عليها النار وهطلعها في مصفى عشان تصفي السوائل اللي فيها. انا كده هحط الدقيق اهو، هنزل عليه بالتوابل اللي انا كنت شايلاها، هنزل عليه بكريسبي ناعم يديله القرمشه بتاعت كنتاكي اهي، كده معلقتين 3 كريسبي. هقلب كله في بعضه اهو، كله بقى بالتوابل بكل حاجه هتديله طعم حلو قوي، والكريسبي هيديله القرمشه اللي انا عايزاها. وعندي شوربه من اللي انا سالقه فيها، هاخد لها كده معلقه دقيق كبيره كده. طبعا انا مولعه على زيت على نار متوسطه، بس انا عايزه الزيت سخن قوي عشان انزل فيه الفراخ. انا هقلب الدقيق في الشوربه كده اهو، هنزل في الخليط الشوربه دي ده قطع الفراخ اللي انا سلقاها كده اهي. انا هاخد من الشوربه دي على الدقيق على طول اللي انا بهرته، هاخد بقى من الشوربه كده وهنزل في الخليط اللي انا عملته ده اهي. هقلبها كده، مش هضغط عليه، هقلبها تقليب، وهقوم منزلاها تاني في الشوربه ومطلعاها ومنزلاها تاني في الدقيق اهي. انا لا هنفض ولا هعمل، انا هقلبها بس كده عشان تاخد التجزيعات بتاعت كنتاكي اهي اهي اهي. هعمل كله بنفس الطريقه دي كده. وطبعا هكون هنزل بعد كده على طول في الزيت على طول اهو. اللي انا هطلعه ده هحطه في الزيت على طول، هيكون الزيت عندي سخن واحطه في الزيت كده. الزيت سخن جدا، بس انا النار هاديه. هقوم نازله كده بقطع الفراخ، ومش هحط كتير عشان ما بردش الزيت برضو اهو. انا هقلبه طبعا كده اللي يستوي على الناحيه التانية اهو اهو. هوسع وهنزل كمان حتتين. انا هطلع في مصفى عشان يصفى من الزيت اللي يطلع اهو. شايفين اللون بقى عامل ازاي من ناحيتين؟ هطلع اهو اللي يحمر اهو. لا لسه. هنزل هكمل كله بالطريقه دي. الكريسبي بقى عاطي قرمشه، والتوابل عاطيه طعم حلو قوي. شايفين القرمشه؟
سامعين؟ طلع كده. انا هقدم معاها طبعا بطاطس محمره. اتمنى ان الفيديو يعجبكم. لو عجبكم اعملوا لايك وشير، اشتركوا في قناتي على اليوتيوب عشان يوصلكم كل جديد، مطبخ وحلويات عسليه.